السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدورة الفرنسية. عاجل الكاف يفاجئ نجم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بعد الفوز على سيراليون. أرتيتا يصر على ضم نجم المنتخب المغربي لأرسنال في الميركاتو الصيفي. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية. أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدورة الفرنسية. توج النجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدورة الفرنسية، وواصل الدولي والمغربي تألقه في الملاعب الأوروبية بعدما توج بجائزة مارك فيفانفوي كأفضل لاعب إفريقي في الدورة الفرنسي لموسم 2024-2025، ليضاف بذلك إنجازا فرديا جديدا إلى رصيده الحافل. وقدم المغربي موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان الذي فاز معه بالدوري الفرنسي وقاده إلى نهائي كأس فرنسا ونهائي دوري أبطال أوروبا. وأعلنت إذاعة راديو فرنسا الدولية اليوم الاثنين عن فوز الظهير المغربي بالجائزة متفوقا على كل من الإيفواري إيفان جيسان مهاجم نادي نيس والسنغالي حبيب ديارة متوسط ميدان في ستراسبورغ، وذلك بعد تصويت شارك فيه ما يقارب 100 شخصية من صحفيين ومحللين ولاعبين سابقين. كما تم اختيار حكيمي أيضا ضمن التشكيلة المثالية للموسم في حفل جوائز الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا، في تأكيد جديد على القيمة الفنية الكبيرة للدولي المغربي داخل الليغ 1. عاجل الكاف يفاجئ نجم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بعد الفوز على سيراليون. قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاعب المنتخب المغربي إلياس بن مسعودي جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي ونظره السيراليوني لحساب ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. وجاء اختيار إلياس بن مسعود من قبل اللجنة التقنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الأداء المميز الذي قدمه في المباراة، حيث كان صاحب الهدف الوحيد الذي قاد النخبة الوطنية للفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة. وبهذا التأهل ضمنت النخبة الوطنية بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة ما بين 27 من شتنبر و19 من أكتوبر المقبلين. أرتيتا يصر على ضم نجم المنتخب المغربي لأرسنال في الميركاتو الصيفي. يضع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال النجم المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد على رأس أولوياته لتعزيز خط الهجوم في الميركاتو الصيفي في ظل التحديات التي واجهها الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات والحاجة إلى مرونة هجومية. إبراهيم دياز الذي بات مرشحا للرحيل عن سانتياغو برنابيو بحثا عن فرص أكبر للاعب، حيث تتجه إدارة النادي الملكي لبيع أحد لاعبي الهجوم، وحيث يرى أرتيتا في إبراهيم دياز اللاعب المناسب في التوقيت المناسب لأنه يجمع بين المرونة والخبرة الأوروبية، حيث يستطيع اللعب كجناح وصانع ألعاب أو لاعب وسط هجومي متقدم، وهي صفات تفتقر إليها تشكيلة أرسنال الحالية. الفريق الإنجليزي الذي عانى هذا الموسم من غيابات مؤثرة أثرت على زخمه في لحظات حاسمة مثل الإصابة في خط الوسط والهجوم، مما جعل أرتيتا يبحث عن لاعب متعدد المهام يمكنه ملء الفراغ وإضافة ديناميكية جديدة للخطة التكتيكية لإبراهيم دياز، وذلك بفضل خبرته في الملاعب الأوروبية. وتستعد إدارة أرسنال لتقديم عرض رسمي قد يشمل خيارات مالية أو تبادلية لإقناع ريال مدريد الذي قد يرى في رحيل دياز فرصة تحقيق توازن مالي وتكتيكي. نايف أكرد يضع مدرب ريال سوسيداد في ورطة قبل مواجهة السيلتا فيغو. وضح نايف أكرد مدربه إيمانويل الغواسيل في موقف صعب قبل مباراة ريال سوسيداد ضد السيلتا فيغو ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وكان أكرد قد عاد مؤخرا إلى أجواء المباريات وسط ترحيب كبير من زملائه قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة قبل فترة الإحماء في مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبعاده في اللحظات الأخيرة. وتكررت الإصابة التي يعاني منها منذ أسابيع مجددة لتبعده عن مواجهة حاسمة يسعى من خلالها الفريق الباسكي لإنهاء سلسلة من 5 مباريات دون انتصار واستعادة آماله الأوروبية.
وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد تلقى نادي ريال سوسيداد الإسباني ضربة موجعة جديدة قبل موقعة السيلتا فيغو بعد تأكد غياب المدافع المغربي نايف أكرد بسبب تجدد إصابتها. وأشار المصدر أن غياب أكرد فرض على الكواسيل إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية من جديد، حيث من المنتظر أن يواصل أرتينز إلوستوندي التواجد في المحور إلى جانب زوبيلديا. وتعد هذه المباراة حاسمة لريال سوسيداد الذي يواجه منافسة شرسة على المراكز المؤهلة إلى البطولة الأوروبية في ظل تراجع النتائج والإصابات المتكررة، وذلك في مرحلة حاسمة من الموسم الكروي. ويحتل ريال سوسيداد المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة، ما يجعله متمسكا بحلم التواجد في إحدى المسابقات القارية بالموسم القادم. ثنائية مذهلة، حمد الله يواصل تحطيم الأرقام في الدوري السعودي. يواصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد تسجيله ثنائية في مرمى الأهلي ضمن منافسة الجولة 31. وأحرز المهاجم المغربي هدفين خلال مباراة الشباب ضد الأهلي، مما جعله يواصل مستوياته المميزة في الدوري السعودي، محققا كذلك أرقاما مذهلة وتاريخية. وجاء الهدف الأول للمهاجم المغربي في الدقيقة 33، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65، لكنه حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 77. وبهذه الثنائية رفع عبد الرزاق حمد الله رصيده في الدوري السعودي إلى 150 هدفا، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم خلف الهداف التاريخي عمر الصومة ب 154 هدفا. وحقق حمد الله هذا الإنجاز في وقت قياسي، حيث أصبح أسرع لاعب يبلغ حاجز 150 هدفا في تاريخ الدوري السعودي بعد مشاركته في 162 مباراة فقط. كما وصل حمد الله تألقه بقميص الشباب هذا الموسم مسجلا 24 هدفا في جميع البطولات، ليعادل الرقم القياسي التاريخي للنادي المسجل باسم ناصر الشمراني خلال موسم 2007-2008. وعلاوة على ذلك أصبح حمد الله أول لاعب أجنبي يسجل 20 هدفا أو أكثر مع 3 أندية مختلفة في الدوري السعودي للمحترفين، وهي النصر والاتحاد والشباب، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي. عاجل الكاف يفاجئ نجم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بعد الفوز على سيراليون. أرتيتا يصر على ضم نجم المنتخب المغربي لأرسنال في الميركاتو الصيفي. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية.